كتعاني من الحبوب، من البقع الداكنه ومن لي طخاس ديال الحبوب، هذا الفيديو ليك. سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفات جديده. غنقدم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو جوج وصفات للعنايه بالبشره، التخلص من الحبوب، من البقع الداكنه ومن لي طراس ديال الحبوب. وانا عارفه بزاف البنات كيتابعوني كيعانيوا من هذا المشكل هذا. ان شاء الله اليوم غادي تهناو من هذا المشكل مع جوج وصفات سهله وبسيطه وبمكونات سهله وبسيطه ومتوفره في كل دار مغربيه. اذا نبداو باول وصفه. الوصفه الاولى غادي نحتاجو الحليب مجفف، الروز العادي، ودانون مسوس. اذا الرز العادي البنات غادي تطحنوه في المولينكس، ولا راه كيتباع بعض المرات عند في الحانوت كيتباع مطحون مع الحليب مجفف نيدو، حتى هو كيتباع ساشي ب5 دراهم تقريبا. اذا الطريقه كيفاش؟ غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الرز مطحون، غنضيفوا عليها ملعقه صغيره ديال الحليب مجفف، غادي نضيفوا عليهم معلقه كبيره ديال دانون طبيعي بدون سكر، واللي ما عندوش بشره حساسه ممكن يضيف 2 قطيرات ديال الحامض. غنخلطوا هادشي مزيان كيتماسك مع بعضياتهم، وغادي نابليكيو على الوجه ديالنا وغنخليوه تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى يكرم. وغادي نقوميو وجهنا كاننا كنديروا كوماج للوجه ديالنا. من بعد غتغسلوا وجهكم بالماء الفاتر. غادي ديروها 2 مرات حتى 3 المرات في السيمانه، وانا متاكده انكم غتلقاو عليها نتيجه، خصوصا في فصل الصيف اللي كيكون الوجه ديالنا عرضه للشمس، فوجهنا كيتطراسى بالشمس، كيوليو عندنا البقع الداكنه. هاد الوصفه البنات راه فعاله وافيكاس، وعلى حسابي وعلى ضمانتي حيت انا شخصيا كنديرها وكنلقى عليها النتيجه. اما الوصفه الثانيه فهي وصفه فعاله للحبوب منتشره ومشهوره، فقط غنذكركم بها. غنحتاجو فيها البنات الروز مطحون، دانون مسوس طبيعي بدون سكر، وغنحتاجو فيها الاتاي مطحون. اذا الطريقه كيفاش؟ غادي تاخذوا معلقه صغيره ديال الروز مطحون، معلقه صغيره ديال الاتاي مطحون خاصه اتاي شعره، وغنحتاجو فيها معلقه كبيره ديال دانون مسوس. غتخلطوا الخلط مزيان حيت يتماسك مع بعضياتهم. دائما الا كان الوجه ديالك ماشي حساس ممكن تزيدوا 2 قطيرات ديال الحامض. غتابليكيو الخليط على الوجه ديالكم، غتخليوه حتى ينشف، من بعد غتقوميو وجهكم كانكم كديروا كوماج للوجه ديالكم، وغتغسلوا وجهكم بالماء الفاتر. وكيف ما كنصحكم ديما من وراء اي ماسك ولا بد نرطبوا الوجه ديالنا. اذا عندكم كريم ادغاطو غادي ديروه الوجه ديالكم، اللي ما عندوش كريم ادغاطو ممكن يشري ماء الورد رشيشه على الوجه، والوجه غادي يتفتح وغادي يتنور. وانا متاكده اللي جربت هاد الوصفات بجوج غادي تلقى عليهم نتيجه. فقط المداومه، والمداومه البنات ماشي ديروا ماسك مره واحده وتقولوا ما عطانيش النتيجه، فقط داومي عليه 2 مرات 3 المرات في السيمانه، كوني متاكده انك غتشوفي الريزلت ان شاء الله في النهايه. اذا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتطبقوا هاد الوصفات. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنسونيش لي لايك سبسكرايب، وكنبغيكم وكنحماق عليكم.